بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، القوى التقليدية اللي كانوا داو السقلة من هتلر اي اح اي اب اب اح اي 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 تسمى بسبب هذا القوة المسيطرة على العالم ما ولاتش فرنسا وانجلترا جاو جوج زعماء جدد اللي هما الامريكان والاتحاد السوفيتي. مي كاين مشكل صغير بزاف، كان عندهم أنظمة حكم مختلفة، وهذا خلى كل دولة تفرض رايها. ضراير شغل العالم كان متزوج جنساء، كل واحدة فيهم حابة دير رايها تولي شي كورة تاع الدار. سيريو ما صدش مثال أفضل من هذا. المهم اليوم جينا نحكو لكم على الحرب الباردة، وخلونا نبدأ. قبل ما نحكو على الحرب الباردة لازم نعرفو كيفاه بدا الاتحاد السوفيتي. في عام 1917 ألمانيا بعثت فلاديمير لينين باش يشعل ثورة في الروس، والروس تضعف منها زعمة. شوف روح خلطها في الروس، لازم تحرك الشعب. صح، ندير لهم الراي ولا الشعبي؟ وش بتهدر انت؟ قلت لي حركهم، دير ثورة يا مشي عرس. بعد ما شعلت الثورة ونجحت روسيا، انسحبت من الحرب العالمية الأولى وتحولت للنظام الشيوعي. وفي عام 1924 مات لينين. هنا طلع واحد البنادم للحكم اللي هو جوزيف ستالين، اللي طبق الشيوعية على أصولها، وبدأ خطة ال5 سنوات باش زعما يطور بلاده ويحولها من بلد زراعي لبلد صناعي، وعيش الشعب في رعب. كان حرفيا ما يخلي حتى واحد يهدر على الدولة ولا اسمه ما كانوش ينطقوه. وهنا بدأت تتشكل لنا الزوجة الثانية للعالم بعد الأمريكان. وفي الحرب العالمية الثانية كي هتلر حب يحتلهم، السوفيات بسبب الشتاء قدرت تخرج هتلر من أراضيها وحكمت بزاف أراضي واحد أخرين اللي هما من بعد ولا أوروبا الشرقية. وبعد ما فراوها مع هتلر، الأمريكان حبت تخوف الحلفاء بسلاح تاعها جديد. حتى قال لهم ستالين النووي، قالوا لي عليه الجواسيس. واش بعدها قصفوا اليابان بالنووي وانتهت الحرب هنا. والدول قالوا للسوفيات يخلوا الدول هي اللي تخير مصيرها، معناتها ذوك الدول اللي هما اوروبا الشرقيه يخلوهم هما يديروا انتخابات ومنها. مي ستالين فرض عليهم الشيوعيه بالسيف، وزيد من فوق انجلترا نحت القوات تاعها من ايران. اما الاتحاد السوفيتي ما حابش وحاب يبقى حاكمها. مي بشويه ضغط خلاها وخرج. وهنا خرج مبدأ ترومان اللي رجع الاتحاد السوفيتي غدارين ومش رجال، والشيوعية لازم ما تنتشرش في العالم. ني عاجز نشرحه قاع، هو طويل. وحالة أوروبا بعد الحرب كانت ما تعجبش. بسبب الحرب هنا الامريكان دارت مشروع مارشال اللي هو تبعث دراهم من اوروبا الغربيه اللي كانت في الراس الماليه باش يحسنوا المعيشه تاعهم شويه. ومنها هنا اوروبا الشرقيه غارت. شو نقدر نروح نلعب مع وليد الجاره؟ لا يباهم سحاره، خليك منها. وبرلين كانت مقسومه في النص بين شرقيه وغربيه، وهذا خلى السكان يشوفوا الرفاهيه تاع الجهه الغربيه ويغيروا اكثر واكثر. وكاين اللي كانوا يهربوا. يا ستالين غلقها بحصار برلين. مين الامريكان ولا تمد مساعدة جوية يعاود فتحها ما مخريق. موراها تأسس حلف الشمال الأطلسي ولا كما نعرفه هذوكا بالنيطو. هنا الزوجة الثانية حست باللي الامريكان راهي تتهلا في ولادها. شنانا برك تلعبوا بالكومبلوات، تلعبوا بالكومبلوات. معليش. هنا الاتحاد السوفيتي فتح مجلس الكوميكون كرد على مشروع مارشال، وزيد من الفوق حل الكومين فورم باش يسيطر على دول أوروبا الشرقية أكثر، وطور قنبلة نووية. ما دار والو. هنا الامريكان مش هي اللي خافت، العالم هو اللي خاف. بس كلا نضت حرب نووية الارض راح تقول لك السلام عليكم باي باي. ومشي هذا برك، زادت دخلت دولة شيوعية جديدة اللي هي الصين. بس كانت في ثورة كبيرة بين الصين وجمهورية الصين. شنو هذا؟ في الشكل يتشابهوا، في الاسم يتشابهوا. وكوريا ولات مقسومة على زوج، بين نص شيوعي ونص رأس مالي. وكانت الحرب نايضة من بكري حتى 2018 مامو باش تكالماو. والامريكان في عام 1952 انتخبوا ايزنهاور، وقبل ما يصرى اي حاجة مات ستالين في 1953 وحكمها محبوب الملايين خرتشوف. شحال طاح في السوجي تاع البنك. خرتشوف كان يكره ستالين لدرجة لي مدينة ستالينغراد بدل لها الاسم، وقال لهم بلي راح يمد الحرية للشعب غير خرط. كانت اي ثورة ولا مظاهرة تنوض يحبسها بالسقلة.
بس كخرج تشوف الحرية تاعو كانت على قوسطوه، ماشي تكون حر بصح بقوسطوية، لدرجة اللي كان يحبس أي ناس اللي تأثروا بالحضارة الغربية. ما عجبتنيش، وقلت له والسوفييت بسبب اللي ركزوا على الصناعة ومن طوروا فاتوا العالم في سباق الفضاء، وبعثوا أول قمر صناعي، وزيد أول رجل للفضاء، ومن الفوق أول مرأة للفضاء داروهم قاع، وحتى أنهم طوروا القنابل الهيدروجينية اللي كانت أقوى من النووية، وهذا زاد خوف الدول تاع العالم. يا حدوتي هذا يعرفوا يطوروا غير السلاح، بدلوا شوية طوروا الفلاحة، ولا الواحد رو يبات بحسني. وبرلين الغربية بقات غير تتطور، والحياة في برلين الغربية كانت أحسن من برلين الشرقية، لدرجة اللي الناس ولات تهرب من الشرقية للغربية. آخر تشوف غلقها وبنى جدار برلين، ومن الفوق ما خلاش الدبلوماسيين والسياسيين يدخلوا. هنا كيني دي ما عجبتوش هذه الحاجة، والدول لموا دبابات تاعهم عن جدار برلين. هنا العالم قال لك صاي متنا، مي بالعقل تكلموا وسحبوا الدبابات تاعهم وتكلمت الحالة. الحمد لله مزية. والامريكان كي كانت ثلاثة بهذو الصوالح نضت ثورة في كوبا، بداها تشيكيفارا وفيدال كاسترو، ورجعوا كوبا بلد شيوعي، وكاين اللي حاب يعاود يرجعها رأسمالية مي بلا ما يتدخل ديريكت. بعث جيش صغير باش زعما يفريها، مي خسر في معركة اسمها خليج الخنازير، خليج الحلالف. في عام 1962 الامريكان لقات بلي الاتحاد السوفيتي راهو حاط صواريخ تاعو في كوبا، معناتها انا مقرب بزاف، وهذا خلاهم يديروا حصار على كوبا في نفس العام. هنا عاودت حماة الحية، وكاين يدي يكالميها ويعيط لخريتشوف. خريتشوف ريبوندي عليا، ريبوندي والله ماني قادر نتنفس، خريتشوف ريبوندي. ايوا هذا هو غزالي. لا وهنا ولا مشكل، بس اي غلطة العالم تكشطم مقارضنا. وغواصة من الغواصات تاع الاتحاد السوفيتي قريب قصفت الامريكان بسبب حسبالها الحرب بدات. مي ضابط في الغواصة حبس هذه الفكرة. العزيز ولا غير دبغيك. من بعد بدون سابق انذار خليت تشوف عيط الامريكان، قال لهم شوف نحو الصواريخ من الترك، نحي الصواريخ من كوبا. هي حكاية طويلة، مي بقليلة حبست التهديد هذا، حبس. موراها جون كينيدي مات سمايكم، وليندون جونسون حكمها موراه، وداروا معاهدة تاع حظر جزئي للتجارب النووية، وخريتشوف نحاوه وجا في بلاصتو بريجينيف مهم. وهنا تكالمات الحالة بسك الدول عرفوا بلي إذا ناضت الحرب راح يتدمر كلش، وهو مثلا في الحساب. مي فيتنام صرا لها كيما كوريا، برك الحالة كانت مخلطة أكثر، بسك جهة الشيوعية بدأت تحارب الجزء الرأسمالي بنظام حرب العصابات، اضرب وهرب. والامريكان كي سيد تحبسهم وتحرر فيتنام قتلت بزاف ابرياء. وهذه هي العفسه العيانه في الحرب البارده. السوفيت والامريكان مع انهم ما كانوش يتحاربوا ديريكت، بصح كانوا يتدخلوا في دول صغار فيهم الثورات ومنا ويخلطوها فيهم. كاين بزاف امثله، وكاين اللي مازالوا بخلطين الضك منهم فلسطين، كاين اللي خلى مشاكل سياسية بين بعض الدول لليوم، وما عوضوش الخسائر اللي صارت في هذه الدول ولعبوها باللي دخلوا باسم السلام. المهم بعد هذا الحروب الأهلية الاتحاد السوفيتي بدا يفقر، بس كصرف دراهمه على الحرب ونسى الشعب تاعو، والشعوب تقريبا تموت بالشر. وزيد بالفوق الامريكان بدلت ليندون بنيكسون وفاتتهم في حرب الفضاء ولحقت للقمر بارمسترونغ. هذا أنا شايفه مقبل. وبسبب للدولتين يصرفوا دراهم بزاف على حرب سياسية ويلقاو حل ويحبسوا هذا اللعب، ووقعوا بزاف معاهدات، وواحدة منهم هي الحد من الأسلحة الاستراتيجية. موراها راح نيكسون وجا في بلاصتو جيمي كارتر، وصرات أزمة الصواريخ الأوروبية اللي كان تقريبا تنوض الحرب. مي سلامات. وفي 1980 ريغن طلع للحكم، حكم الامريكان، ودار مبدأ حرب النجوم. كان ناوي يدير شغل درع على الامريكان باش زعما يحميها، مي ما طبقتش. والاتحاد السوفيتي تبدل الرؤساء تاعهم بزاف، مي متبدل والو حتى جا غورباتشوف اللي مد الحرية للناس. صح مد الحرية للناس، ما كانش يحرش. دار زوج حركات سياسية اللي هما جلاس نوست تبان بالقبيلية. المهم هذه باش الشعب يهدر بحرية في اللي حب. والحركة الثانية هي البيرسترويكا، مهم باش يعاودوا ينظموا الدولة زعما. بس على هذو الاسماوات، وبسبب هذه الحركة وهذه الحرية دول أوروبا الشرقية حبوا يكملوا ثوراتهم ويتحروا وداروها، وبدات الستارة
الحجارة الحديدية تسقط. وفي برلين الشعب حب ينحي هذاك السور ويولوا يروحوا ويجوا كيما يحبوا، وداروا احتجاجات في 4 نوفمبر 1989. الدولة في 9 نوفمبر من نفس العام قرروا يفتحوا سور برلين ويخلوا الناس تسافر كما تحب. مين الناس ما صبروش، وفي هذيك الليلة خرجوا من حدود برلين الشرقية وسقط جدار برلين، وتوحدت ألمانيا من العام اللي موراه 1990. ومن هذا ثورات من بداو غير يزيدوا حتى تحررت أوروبا الشرقية كاملة وتهنوا من الشيوعية. وهذا صار في مؤتمر مالطا اللي يعتبر نهاية أولية للحرب الباردة. والرئيس الجديد للأمريكان بوش ما حبش يدخل روحه، قال لك خلي كل شيء يصير كيما راهو وحده ريقلو. واما في الروس طلع يلتسن، كان الرئيس تاع الروس مش الاتحاد السوفيتي كاع، وقرر يحرر الروس من الشيوعية. كشغل اللي حررها تولي مستقلة. وهنا تفكك الاتحاد السوفيتي ونشأت روسيا الاتحادية عام 1991، وانتهت الحرب الباردة رسميا، ويعم السلام العالم. والزوجة تاع العالم طل خلعاته، بس نغلط ونتزوج زوج. روسيا تدخل على أوكرانيا في 2023 السدين فهم. وهنا يخلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، وأعطونا أفكار، قصص، روايات، أي حاجة حابين نحكيها قولوها لنا في الكومنت. ودمتم في أمان الله. بيس.